اهو يا حبايبي، بعد ما ركبته على البوتاجاز اهو. ايه رأيكم؟ حلو ولا ايه؟ قولوا لي رأيكم على طول في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم كفر للبوتاجاز. انا جايبه القماش ده، دي انا جايباها جاهزه كده، فيها البطانه بتاعتها كده اهي. كنت جايبه بواقي قص من عند محل بيبيع قماش بالكيلو، بواقي قص. ودي كمان اهي قماش اهو، باخده بواقي قص بالكيلو. طبعا هي دي حتت صغيره، بس انا هوصلها ببعضها، هقص كده وهوصل في بعضها عشان انا عايزه اعمل باللون ده. وطبعا القماشه دي مرسوم عليها طبعا حاجات للاكل اهي، هتبقى حلوه للكفر بتاع البوتاجاز. وانا قصيت اهو، وعملتها وصلتها ببعضها اهي. وصلت اهي، مش هتبان اصلا الوصلات دي. وهركب الاتنين دول في بعض، هيبقى ده الوجه من قدام وده من ورا اهو. وقصيت عندي بلوزة قديمة، بلوزة اهي قديمة، اخدت منها قماش عشان اعمل كورنيش اهو. عملته وصلته في بعضه عشان اعمله كورنيش للداير بتاع الكفر. وعملت ايه تاني، عملت جيب اهو. اخدت برضو وحدات صغيرة من القماش ده، قصيتها وحطيتها هنا على القماش اللي هو من البلوزة. عملت كذا وحدة وحطيت عليها شريط دانتيل من الجناب للجيب. وعاملة جيب صغير كمان اهو، برضو واخدة وحدة من على القماش وحطيتها. وحطيت برضو شريط دانتيل، شريط دانتيل. وقصيت دواير من القماش ده، دواير من القماش ده ودواير من القماش التاني ده. برضو بلوزة قديمة عندي، قميص قديم اهو. عملت دواير كده ودواير من ده كمان عليها. وعملت العيون بتاعت الكفر بتاع المقبض بتاع البوتاجاز اهم. حطيتهم على بعض وركبت لهم استك من جوه اهو. وتعالوا اوريكم هنعمل ازاي. طبعا انا قفلتها من الجناب كده بالاوفر، وعلشان هحط عليها كورنيش وهمسكها اعمل لها في الخياطه وبشد. المفروض الكشكشه بحط ايدي يعني كده وراها، ما بشدش عشان تبقى الكشكشه كويس. انا عامله شريط طويل عشان لو احتجت، لو زاد مش مشكله، انما لو احتجت تاني انا بعمل بالزياده واشوف ايه اللي انا ممكن احتاجه.
اهو عملت الكفر بتاع البوتاجاز، ركبت الجيوب وركبت الكورنيش اهو، وعملت فيه دانتيل، شريط دانتيل، وعملت الشرايط دي وركبت فيها سكوتش اهي، وركبت من ورا هنا سكوتش كمان اهو عشان يتركب في البوتاجاز كده اهو، في الايد بتاعت البوتاجاز اهو. وعملت فيونكات اهي اهو، وعملت مساكات، عملت المساكة برضو بطنتها بالقماش اللي هو انا جايباه من بواقي القص، وكان متبطن بالفايبر، عملته كده وعملت لها ايد، هي مقاس 15 في 10 اهو. وعملت ايه، عملت دول للسخن عشان يتحطوا على الرخامة لأي حاجة سخنة تحطيها عليها، بدل ما اشتريها جاهزة. برضو عملتها بطنتها من ورا كده بالقماش اللي هو متبطن بالفايبر، عملت لها بيه من على الحرف اهو. هبقى اوريكم طريقة البيه ده في فيديو جاي ان شاء الله اهو. وعملت بقى ايه يا حبايبي كده، هعمل الظهر بتاع البوتاجاز، غطا البوتاجاز من فوق. جبت برضه حتة قماشة كان عليها فايبر كده اهي، متبطنة بالفايبر كده برضه من بواقي القماش التصدير دي اللي انا جايباها بالكيلو. وقصيت عرض البوتاجاز بتاعي 80 سنتي اهي، خدت الطول العرض بتاعه كله اهو، قصيت 80 سنتي وعملتها شبر كده، يعني تيجي 20 سنتي علشان خاطر ما تبقاش طويله وتطول النار. انا عايزاها بس شكل فوق كده تدي منظر حلو للبوتاجاز، واكمل بيها الطقم. وعملت نفس القماش من الاتجاه التاني كمان، وهخيطه بقى حتت رايحه جايه كده عشان خاطر اعمله بنفس الطريقه اللي عملت بيها الكفر بتاع باب الفرن البوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل الجيوب اللي هحطها عليه اهي، عملتها برضو الوش من ده ووش من ده على الاوفر كده، سركلتها على الاوفر. لو ما عندكيش مكنه ممكن تعملي كل ده على ايديكي، ما فيهاش اي مشكله. هركب عليه البادج ده اللي انا قصاه من القماشه نفسها عشان يدي منظر عليها كده اهو. هركبه قدامكم عشان الجيوب بتاعت كفر الباب ركبته من غير ما انتوا تشوفوه معايا، فقلت اركب حاجه قدامكم كده اهو اهو يا حبايبي. همشي عليه على الحروف بتاعته بالخياطه اهي.
هركب له الدانتيل، شريط الدانتيل. ده الاتجاه اللي فوق اللي هو هيبقى الجيب نفسه يعني. هركب عليه شريط دانتيل كده قبل ما احطه على الغطا، على الكفر نفسه. دي منظر حلو. الحاجات دي بتبقى ارتجالية كده، كل واحد بيعمل اللي هو حابب ان هو يعمله، زي الديكورات كده بالظبط. انت اللي بتبقي عايزه تعملي كذا او تعملي كذا، انت حابه تعملي ايه تعملي. احط الجيب هنا اهو كده واخيطه. انا ما شلتش شريط الدانتيل عشان هشتغل بيه هنا برضو. انا حابه احط الجيب، هركب الدانتيل بالمره اهو. حط بقى الدانتيل كده. كل واحد وبيعمل النظام اللي هو حابب ان هو يعمل بيه، او الديكور يعني المنظر اللي هو حابه. ممكن تعملي الدانتيل ده لبره، تعمليه لجوه زي ما انت عايزه. انا حبيت ان انا اعمله لجوه، انا عاملاه في الجيوب التانية لبره اللي هي بتاعت كفر الباب، وهنا عاملاه لجوه. بعمل كشكشه وانا ماشيه، وزي ما قلت لكم يا حبايبي انتوا ممكن تعملوا كل ده على ايديكم، مفيش مشكله خالص. ممكن تلزقيه بمسدس الشمع. الدانتيل ده ممكن عشان تكشكشيه ممكن تعمليه بالابره، تصغريه بالابره الخياطه كده، وتيجي شاده الفتله يكشكش، تيجي مركبه على طول برضه بالابره الخياطه، مش هياخد معاكي وقت ولا هيتعبك في حاجه. اهو ركبت الجيب واعمل له فيونكه كده صغيره اهي، الفيونكه اهي. اجي عامله كده حته كده، اعملها كده واعمل الثانيه كده اهي واركبها. هقصها الاول اهي. على فكره انا كان المفروض انا اركب الفيونكه قبل ما اركب الجيب عشان طبعا الخياطه، بس انا بقى هتصرف واعملها اهو. هشد الجيب كده وهعملها اهي. اهي اخلي بالي عشان ما اخيطش على الظهر بتاع الكفر نفسه اهو. شده من ورا كده، الخياطه بتاع الجيب بس عملت عليها فرماتوره عشان ما تتخلعش معايا. دلوقتي انا خلصت الجيوب اهي، ركبت ال3 جيوب اهو. عايزه اعمل بقى ايه، ازاي هثبت دي على الغطا بتاع البوتاجاز. قصيت حته كمان اهي نفس الطول 80 سنتي
وعرض اقصر شويه، اقصر من الشغل شويه، وهركبها في الظهر ده بحيث انها اما اركبها كده من هنا هركبها من الجنب ومن فوق من هنا ومن الجنب التاني، واجي ادخل ظهر البوتاجاز من هنا كده، ادخل ظهر البوتاجاز كده هنا. هوريكم دلوقتي هعملها ازاي. هجيب الوش على الوش ده على الوش ده واحطها كده، اجيب الحرف على الحرف كده اهو ماشي، واخيط من هنا واخيط كده طوالي كده على طول على طول، واجي مخيطه ايه من هنا برضه ماشي يا حبايبي. خيط هنا وكده على طول، خيطتها وقلبتها اهي، وركبت دانتيل من فوق من هنا فوق الجيوب على طول، وهركب كورنيش من تحت اهو اللي انا عاملاه قبل كده معاكم اهو. هركب برضو دانتيل معاه وانا بركب الكورنيش اهو. طبعا الكورنيش احنا مكشكشينه من قبل كده بدواسة كشكشة. انا دلوقتي يا دوب هركبه بس نكشكشه بقى ايه الدانتيل شوية عليه كده بس مش كتير يعني.